السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيك كيجي رائع، كيجي زوين بزاف. الكيك بالشوفان وبالتفاح والبنان، كيجي زوين بزاف، كيجي لذيذ. ما غاديش نشكروا لكم حتى تجربوه ان شاء الله. راه طايب كيف ما كتشوفوا، محمر كيجي غزال. واخا كيبان لكم هكا راه ماشي معجن، هو راه جا مفشفش، يعني داكشي اللي كيبان لكم هكاك راه غير داك البنان والتفاح. البنان اللي داير بحال هكاك معلك، وكيجي رائع. واجيو معايا خوتي، دوزو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير ديالو. ساهل وما فيش المكونات بزاف. هنايا عندي 2 كيسان ديال الشوفان طحنتو منيل. هنايا نص كاس ديال الحليب، وكاس ما عامرش ديال الزبده، ما درتش الزيت، درت الزبده. وعندي 2 ساشيات ديال فاني و2 ساشيات ديال الخماره ديال الحلوى. وهنايا عندي نص كاس ما عامرش، نص ديال سنيده لان عندي التفاح حلو، البنان حلو، ما بغيتش نكثر السكر. وعندي قريصه ديال الملحه، وعندي 4 البيضات. هنايا كنحك داك البنان وداك التفاح حتى هما تنحكهم. صافي من بعد فاش كنحكهم كندير ديك 4 البيضات مع ديك قريصه ديال الملحه، وغادي ندير دوك 2 ساشيات ديال الفاني وداك نص كاس ديال سنيده. صافي وغادي نضرب كلشي، غنضرب، اسمحوا لي غادي نضرب الخليط تيضرب مزيان. وغادي نزيد هذيك الزبده، وغادي نزيد داك نص كاس ديال الحليب. صافي من بعد فاش ضربت كلشي، دابا غادي ندير هذاك الشوفان، غنخلط غير بالخليط هكا ديال هذا الضرب اليدوي باش ما يطيحش ليا، ما يهبطش هذاك الخليط. كنخلط غير بشويه. وغادي نزيد دوك 2 خمارات، يعني ساهل وبسيط وفي نفس الوقت زوين، جا لذيذ صراحه. وهنايا غادي نزيد ندير واحد 2 معالق مع الخليط ديال داك التفاح والبنان اللي راني حكيت. صافي وغادي ندير كلشي في المول انا درت هذا الداير، واللي بغى يدير حتى المول الطويل يدير، ولكن من الاحسن هي تجي في هذا الداير حسن. صافي من بعد فاش خويت هذاك الخليط في المول ديالي، غادي ندير هذاك الخليط اللي بقى، غادي نزيدو من الفوق داك البنان والتفاح، غادي نزيدو غير من الفوق، غادي نرميه هكاك غير عشوائي. هي صراحه ما نقول لكمش اخوتي، جات لذيذه. الا جربتوها ما غاديش تندموا عليها. صافي من بعد كنجي نزيد هذيك الساشيه ديال الفاني من الفوق غير باش يجيني هذاك الخليط محمر من الفوق. ومن بعد فاش طابتها هي جات محمره، جات زوينه بزاف. وبسلامه عليكم.